شلونكم؟ البصل المطبوخ. البصل المطبوخ تعرفون شنو فائدته؟ طبعا هو له فائده ويتداخل مع دواء جدا مهم وجدا خطر. كثير من الناس عندهم امراض مزمنه اكيد يعني بالقلب وياخذون دواء الوارفرين اللي هو مسيل للدم مضاد للتخثر. عنده امراض بالقلب بعض الاحيان اللي ورا القسطرات كذا بعد العمليات بعض الاطباء ممكن يكتبوه يعني العمليات القلبيه والجراحيه. فمسيل للدم، البصل المطبوخ يشتغل مسيل للدم. فاستخدام الكوكت اونيون البصل المطبوخ بكثره للاشخاص اللي ياخذون وارفرين ممكن يؤدي الى انه يزداد مفعول الوارفرين ويسوي تخفيف للدم زايد. فاحتماليه ان يحدث يعني بعد ما واحد يتعور في الجرح احتماليه ان يحدث نزف بهذا الجرح، ما راح يتخثر الدم، ما راح يتوقف النزف، تكون اكبر عند الاشخاص اللي ياكلون البصل المطبوخ دائما. زين يعني هاي على طار الغداء المتاخر. طبعا اكو امور كثيره بعد متعلقه بدواء الوارفرين، انتظروني بحلقه اخرى ان شاء الله راح اشرح لكم شنو الادويه او شنو الاكلات اللي تتداخل مع دواء الوارفرين.